اجن تفريع شفته بيتلعب في الانجلاند جامبت. الجيم هنا بيبدا بدي 4، وهنا الانجلاند جامبت ان انت بتلعب اي 5 وتديله بيدق، وهنا بعد ما ياكل بالبيدق هنا انت مش هتديله بيدق واحد، انت كمان هتديله بيدقين، وهنا هتقوم لاعب له نقله اف 6 تقول له ايه خد البيدق مقابل ان انا اخد اكتيفيشن واطلع الحصان بتاعي، وهنا هو هياكل البيدق بتاعك، وهنا انت هتاكل بالحصان، ودلوقتي حصانك انتشرت بيه، ودلوقتي انت واخد اسبقيه في الانتشار. وهنا الابيض هيحاول ان هو يحصلك شويه في الانتشار وهيلعب لك نايت على الاف 3، وهنا انت هتحاول ان انت تلعب نقله منطقيه جدا ان انت تحط الفيل بتاعك على واتر اكتف بيشوب على السي 5. الفيل ده دلوقتي قوي جدا ومحطوط على واتر اكتف. وهنا الابيض بيلعب نقله بلندر بدري كده قوي، ايوه بدري كده، وهنا هو بيلعب نقله منطقيه جدا وهو شايفها بيشوب على الجي 5. فكره ان انا رابط حصانك ودلوقتي انا بحاول ان انا اخد شويه اكتيفيشن، ولكن هنا الاسود عنده نقله بريليانت موف، نقله سفاحه جدا. وقف الفيديو حاول تلاقيها، اعتبرك وقفت الفيديو. النقله هي بوم نايت اي 4. نعم نايت اي 4. فكرتها ايه؟ انت ازاي سبت لي وزيرك كده؟ دلوقتي الابيض لو فكر يمد ايده على الوزير دلوقتي خد بالك النقله دي بلندر عشان انت بتسيب كش مات في نقله واحده. وقف الفيديو حاول تلاقي كش مات، هعتبرك وقفت الفيديو. الكش مات هي بوم كش مات بيشوب تكس اف 2. دلوقتي الملك ما يعرفش يهرب هنا بسبب الحصان، ما يعرفش ياكل الفيل لان هو محمي بالحصان. هتقول لي يا عم انا دلوقتي خلاص هحاول احافظ على الدور شويه واحمي الدنيا واحاول ان انا امنع الكش مات. هقول لك خد بالك دلوقتي انا هاكل الفيل بالحصان، وبعد ما هو ياكل بالحصان انا هاكل بالوزير، ودلوقتي خد بالك انا معايا قطعه زياده وبكسب الدور. قول لي بقى هل شفت اللاين المرعب ده قبل كده؟